السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامج أسرار وخفايا. ضيفنا اليوم مقدم محتوى رياضي محمد عبد العال ماضو. أهلا بيك كابتن محمد. اهلا وسهلا، منورنا في أسرار وخفايا. ربنا يخليك، نورك. برنامجنا عبارة عن فقرات، وأول فقرة من وجهة نظرك. تمام. من وجهة نظر ماضو، صانع المحتوى لازم بيمشي مع التيار ولا ضد التيار عشان يشهر؟ بص، صانع المحتوى كل شخص بيستخدم طريقة، كل شخص عنده الاسلوب بتاعه للوصول للناس. في ناس بتبقى بتتكلم باللي هي شايفاه في اللحظة، في موقف النهاردة انا صح بكرة ابقى غلط فيه. تاخد رأيك بناء على التيار الجماهيري لا، ولا بتحاول تبقى ليك رأي مستقل بيك في القضية اللي مثارة؟ ايوه، ما اقدرش. هي بيبقى في قضية مثارة زي ما انت قلت، او موقف او حدث حاصل، كل حد بيبقى ليه وجهة نظره في كلام انا ممكن اقوله يريح الناس ويبقوا مبسوطين قوي وهم بيسمعوه. تعملها ساعات؟ لا، ما اقدرش. لو عملتها الناس مش هتحترمني، يعني ما اقدرش اني اعمل كده. لكن بقول الحق حتى لو ضد المجموعة اللي بتتفرج عليها او المتابعين بتوعي، الحمد لله عددهم يعني محترم وكلهم على راسي. بس لو هم عايزين يسمعوا حاجة معينة ترضيهم ودي هتبقى عكس اللي انا عايز اقوله، ما بتقولش؟ بقوله. ما بقدرش ان انا اجامل او كده. حتى ممكن ناس تزعل مني كتير، ناس كتير قوي تبقى بتلومني في اوقات على الاراء. انت بتقدم محتوى بمهنيه بغض النظر بالزبط. عن اللي مثار في الشارع. بالظبط، انت بتدرس الموضوع دراسه كامله وتبدا تقول رايك. مظبوط كده. حصل لك تضارب كتير لما اتكلمت في حاجه عكست جمهور الزمالك، وانت معروف عنك انت زملكاوي؟ يعني انت اتكلمت في موضوع جماهير الزمالك كانت بتتكلم في حاجه تانية، فرايك كان معاكس لرايهم؟ لا، هم ممكن جمهور الزمالك طبعا بحكم ان جمهور الزمالك بيغير على الناس اللي هو صنعهم، وانا بفتخر ان جمهور الزمالك هو اللي بدأ اسمي وهو اللي خلاني تعمل حساب ليهم في رايك؟ بعمل حساب ليهم طبعا ولزعلهم، بس في ساعات بيزعلوا مني. يعني ممكن مثلا مره قبل كده كان في مشكله حصلت لكهربا في نهائي افريقيا مع السيد فوزي لقجع. تمام. وتطاول على كهربا، وانا كهربا اكيد انت فاهم علاقته بجمهور الزمالك فيها حساسيه. انا طلعت دافعت عن كهربا وده زعل مني ناس، لكن ما اقدرش ان انا ساعتها. الموضوع كان بيمس الكرة المصرية عشان كهربا بني ادم مصري في الاول وفي الاخر، شخص مصري. فحتى لو انا مختلف معاه اختلف معاه جوه بيتي جوه البلد. احنا هنا نقول انت عندك مشكله، عندك غرامه، لعيب هرب ما هربش، اي حاجه بيننا وبين بعض. لكن بره ما اقدرش ان انا انصر بقى حد غريب على حد من بلدي، يعني حتى لو انا مختلف مع كهربا، وده كان في عز اختلافي مع كهربا. حصل عليك ضغط قبل كده عدد المتابعين اللي على صفحتك؟ انت بتقول بتفتخر بيهم طبعا وعدد طبعا مش بطال. ضغط في موضوع معين واستجبت ليهم وكانت حاجه ضد رغبتك؟ لا، مش انا. يعني للاسف دي من الحاجات اللي يمكن تكون بتضايق ناس مني، بس انا مش ببقى عايز اكسب عدائهم. بس في نفس الوقت لو في كلمه حق هطلع اقولها. يعني موقف النهارده، لو الموقف ده جمهور الزمالك مثلا، بلاش الجمهور، لو حد في الزمالك عمل حاجه غلط، فناس بتقول لي مش لازم تقول. لا، انا هقول علشان الحاجه دي تتصلح، مش علشان ادمر او اهد نادي الزمالك. فهي دي بتبقى دايما الحته اللي فيها كلاش شويه مع الجمهور. لكن غير كده هم بصراحه بيتقبلوا اي راي بقوله. وجهه نظر ماضو ان في موضوع المؤامره على نادي الزمالك، اعلنت قبل كده الكلام ده؟ لا، انا ما قلتش في مؤامره. هو المؤامره دي على فكره مش عند الزمالك بس. لو رحت النادي الاهلي لما مثلا خسروا نهائي الوداد، طب انت ما اعلنتش؟ اعلنت ايه؟ وجهه نظرك كانت ايه؟ لا، انا هقول لك على دي بس مهم. ماشي. في 2017 الاهلي لما خسر نهائي افريقيا قدام الوداد، قالوا ان الحكم كان عامل مؤامره. في 2019 لما الاهلي خسر من صن داونز في العوده، قالوا ان بكاري جسامه عامل مؤامره. فالمؤامره دي هي عندنا كمصريين انك لما بتتظلم بتشوفها مؤامره، مش ان هو خطا بشري. انت جه عليك اوقات وقلت من وجهه نظرك ان الزمالك معمول مؤامره وان في مسانده للاهلي؟ لا، حصل؟ انا ما اقدرش اقول كده، انا ما بقولش بالطريقه دي. بس في قرارات بتحصل بحكم قوه الاهلي وبحكم قوه جماهير الاهلي. قوه الاهلي بيستمدها من ايه؟ من التجمع بتاع الاهلاويه والله بطولاته. ما هي التجمع هو اللي بيجيب البطولات. لكن البطولات لوحدها، طب ما الزمالك عنده بطولات كتيره والزمالك قوي. لكن قوه الاهلي بتحصل ساعات وبتشوفها حضرتك في الاعلام في كل حته، انك هتلاقي اكبر اعلامي في مصر اهلاوي، اكبر مذيع كوره في المعلقين الرياضيين اهلاوي. هتلاقي اتحاد الكوره دايما معظم اللي فيه اهلاويه، القرارات بتاعته دايما بتبقى رايحه يعني لاتجاه جماهير الاهلي اكتر من جماهير الزمالك؟ جمهور الاهلي كتير، بس جمهور الزمالك برضو كتير طبعا. لكن ما اقدرش اقول اكتر. هم اكتر كعدد، لكن الناس اللي ليها في الكوره قوي في النادي الاهلي قد الناس اللي ليها في الكوره في نادي الزمالك.
انت بتقول دلوقتي ان الاكبر اعلامي اهلاوي، طبعا. وجهه نظرك ان في تاثير من بعض النجوم القدامى للزمالك في حق الزمالك؟ مش تأثير، هو ظروف الزمالك ان كان بيبقى دايما في مشاكل في الادارات، فتلاقي ادارة في مشكلة مع لاعب، مع لعيب سابق بسبب مواقف بتاع، فده طبعا كان بيأثر جدا بالسلب، من الناس دي بتفج وبتبعد عن النادي. وده اللي انا شايفه دلوقتي، ان الميزة الوحيدة اللي انا اقدر اقولها دلوقتي لامسها، ان ولاد الزمالك بدأوا يرجعوا للنادي، فدي طبعا يعني مهمة جدا، ولازم يبقوا واقفين في يعني ده ظهر كان عيب الزمالك. مجلس اداره سابق. اكيد كان ليه دور، اكيد كان ليه دور. وجهه نظر ماضو، الفرق ما بين المجلس الحالي والسابق. بص، كل حد ليه طريقته، ما اقدرش اقول المجلس السابق كان فاشل 100% ولا كان ناجح 100%، والمجلس الحالي لسه ما وصلش المرحله اللي هو للتقييم، راضي عن لسه ادائهم؟ لغايه دلوقتي هم ماشيين كويس، بس المجلس السابق زي ما عمل حاجات كويسه، للاسف الحاجات السلبيه كانت اكتر بكتير، فده المجلس اللي السابق اثر. ده وجهه السابق. نظرك فرق نجوم كتيره وبعت نجوم كتيره طبعا خارج جدران نادي الزمالك؟ طبعا طبعا، وده كان اكتر خطأ انا حتى اتكلمت فيه كتير وحاولت اوصل ده كتير، ان يا جماعه نلم